المغرب أذن، أنزل أصلي وأرجع أفطر، ولا أفطر الأول وبعدين أبقى أصلي، ولا أكسر صيامي وأنزل أصلي وبعدين أرجع أفطر؟ عايز أقولك إن من سنن النبي في رمضان هي الإفطار قبل الصلاة. أيوه، هتسيب الصلاة عشان الأكل، وده له عدة أسباب: حفظا للقوة ورفع للمشقة وأوفق للسنة وأبعد عن الغلو والبدعة. بس أيامها كان الصيام صيام فعلا، وكانت من أجل العبادات. انما زي ما انتم شايفين دلوقتي اغلبيه الصايمين صيامهم نصه رايح على النوم، والنص التاني بيروح في دورات كوره وغيره من لها. فازاي هنقتبس شيء من زمن النبي ونسيب الباقي؟ قصدي يعني ان هناخد بسنه النبي بس ناخدها جمله، مش ناخد اللي على هوانا ونسيب اللي فيه مشقه. كلنا مقصرين، وانا بنصح نفسي قبلكم، وكل واحد يطبق الكلام على ظروفه وربنا يهدينا جميعا. دي كانت سنة تعجيل الفطر، فأحيي سنة النبي واعمل شير عشان غيرك يستفاد بسنن أكتر، وليك أجر كل من عمل بيه. وأخيرا، ما توقفش الصلاة على النبي.